السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الفل والورد والياسمين على أجمل متابعين في الكون كله. حبايب قلبي وحشتوني. زي ما انتوا شايفين أنا حمرت الكنافة، طبعا بس اسناها في السمنة كده الأول، فرقتها بالسمنة كويس وحطيتها في الفرن. طبعا ما بتتسابش كتير لأن دي بتنحرق بسرعة، ونقلب فيها لحد ما تحمر بالطريقة اللي انتوا شايفينها. طلعتها من الفرن، سقيتها الشربات بتاعها. بصوا ولا أجمل من كده. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل شوية علب حلوين كده. بصوا العلب الشفافة ديت. هنحط كريم شانتيه تحت كده. بنت الله يبارك لها يا رب جت ساعدتني، كنت جاية تعبانة جامد من الشغل مش قادرة أكمل، ودول مطلوبين مني كده، جيت رجعنا ايه ساعدتني فيهم. بقت تحضر لي الحاجة وأنا أعمل وراها. زي ما انتم شايفين بنحط طبقة كريم شانتيه تحت. ليه بنحط الكريم شانتيه تحت الأول؟ عشان ما تقعدش الكنافة تتحرك مننا وتمشي في الطبق كده وما نعرفش نكملها شغل. والله الطبق ده في محلات يا جماعة معروفة بينباع بقد كده الشيء الفلاني. اللي خدوه مني ما بقوش مصدقين ان الطعم والجمال ده وبنفس السعر. بصوا بنحط طبقة الكريم شانتيه وعليها طبقة الكنافة. حلو قوي قوي على فكرة. ممكن انتوا كل ست بيت تعملوا في بيتها، اي حد يعمله في البيت. زي ما انتوا شايفين كده انا بحطها بس ايه عشان شوية بشوية، عشان ما اقعدش افردها وهي هتقولي انت بخيلة بتحط شوية بشوية. لا، علشان ما نقعدش نقعد تاني نفردها تاني على الكريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين كده بنحطها نسويها. صوص كراميل وصوص مانجو بنحط كده بالطريقة اللي انت شايفها ديت، وانتوا شايفينها ديت بالطريقة الحلوة ديت لكل ولادي واخواتي وبناتي وحبايبي. وهنحط عليها طبقة مانجا. احنا حاطين نصها كده ونصها كده، نصها صوص كراميل ونصها مانجا. بنحط قطع المانجا برضو، انا بحط شويه بشويه مش بخل والله، عشان ما اقعدش افردها وتروح وتيجي تحت المعلقه وتبوظ الشغل اللي انا عاملاه. الجنب التاني ده بحط له صوص الكراميل زي ما انتوا شايفين. بجد طعمها تحفه. يعني يلا ادخلوا على الفيديو واعملوا زيها بسرعه كده، مش هتاخد منكم وقت. خلصناها كده، حطينا فيها طبقه الكريم شانتيه التانية. سيبنا حته بس نحط فيها المانجو كده. عايزه بقى تحطها كلها من فوق مانجا، ده يرجع لك انت. بصوا شايفين الجمال. دي طبقة المانجا كده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ده انا حطيت الكنافة تاني. حطينا طبقة كريم شانتيه وطبقة كنافة تانية اهيت، وهنرجع نحط عليها كريم شانتيه والمانجا. طبقات كده. والعلبة على فكرة العلبة غويطة لجوه كده، حلوة اوي. يلا قومي يا ست بيتي يا كسلانة، لا تقوليلي من عند ام فلان ولا ابو فلان ولا ام عبده ولا ام عمر ولا ام خالد. من اي حد هتجيبي الحاجة بصراحة. بصي الجمال وادي النهاية، وادي الفينش الاخير بتاع العلبة تحفة. ما تقوليليش بقى بالشيء الفلاني في المحلات. طب والله جبناها، جوز بنتي جابها من محل معروف جدا، ما لقينا فيها سليمة غير هي مكان الجزء اللي كان فيه الشوكولاتة والباقي كله حمضان. ده شغل المحلات اللي مركون، مع احترام لبعض المحلات يعني ربنا يوسعها علينا وعليهم. بس انا مقصود ان انت تعملي يا ست البيت بايدك في بيتك حاجة صابحة وجميلة ولذيذة وفرحت ولادك بيها. واشوفكم في فيديو تاني، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.